على الراديو، راديو دوغما 3.10. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دوغما، أهلا بكم. على مدى خدمتي في الكنيسة، سواء ما قبل الرسامة الكهنوتية منذ 21 سنة أو بعد الرسامة الكهنوتية، السؤال الأكثر شهرة في جميع اجتماعات الشباب: ليه الأغاني حرام؟ الحقيقة الأغاني مش حرام، لأن المسيحية لا تحرم الشيء، ولكن تحرم استخدامه الخاطئ. المسيحية لا تحرم المادة، فالمسيحية مثلا لا تحرم الخمر في ذاته، لكن تحرم السكر بالخمر. يعني خد بالك من مثل كده زي مثل الإبرة والفتلة. ايه المثل دوت؟ لو عايز تدخل فتلة بين قوسين كده، بقول لكم يعني مبدأ او فكرة معينة جوه نسيج قماش اللي هو وجدانك ومشاعرك وعقلك، لازم تستخدم إبرة اللي هي النغمات الموسيقية. اسهل واسرع طريقة لترسيخ مبدأ داخل انسان هو انك تركبه فوق موسيقى، لان اولا الموسيقى بتحلي الكلام وتخليه سهل يدخل جواك. ثانيا التكرار الكتير، لان النغمة الحلوة بتخليك تكررها كتير، ده بيرسخ الفكرة او المبدأ جواك. وتاريخ الكنيسة بيحكي لنا ان اريوس المبتدع علشان ينشر بدعته ضد لاهوت المسيح عملها ترانيم والحان. وعلى المستوى الايجابي، اللحن اللي بنحبه في الكنيسة بنحفظ كلماته تلقائيا وبيرسخ جوانا مبدأ وفكر اصيل. اسأل نفسك، انت بتسمع وتردد ايه من الاغاني او النغمات بصفة عامة؟ ايه المبادئ والافكار اللي بتتسرب لشخصيتك من خلالها؟ عنف، جنس، شتايم، شماتة، غضب، عاطفة، كاذبة، حلفانات. فكرتوني، كان زمان في اغنية بيشغلوها في الميكروباص على طول بتقول: كوز المحبة اتخرم، اديله بنطة لحام. طبعا يلا تأملوا فيها بقى، وروني كده الحاجات الجميلة اللي عندكم. انا اسف في المثل، بس هو مثل حقيقي. كان فيه فعلا الاغنية دي زمان ليل نهار بيشغلوها في الميكروباصات. يقول كده الكتاب ان احنا نكون مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. اخر حاجة اختم لكم بيها، خدوا بالكم ان لما بتحصل مواقف فيها ستريس او حاجة، لو انت عندك مخزون من الالحان والترانيم اللي جواها صلوات، هتلاقي المخزون ده طلع فورا وبدأ انك انت تردد هذه الالحان والترانيم لتتوافق مع الموقف اللي انت فيه. العكس بيحصل مع الناس اللي عندها رصيد كبير قوي من الاغاني العالمية. اول ما يحصل موقف بتلقى الاغنية يعني بقت حاضرة في ذهنه، وبسرعة بيبدأ يردد الاغنية. ايهما افضل؟ انك انت لما تتعرض لموقف تصلي بالترانيم والالحان، ولا مجرد انك انت تردد نغمات فيها كلمات عالمية ربما لا ترضى الله؟ مش خليف كاهن. إلى أن ألقاكم مرة أخرى، دمتم في رعاية المسيح وحفظه وعنايته، له كل مجد وإكرام من الآن إلى الأبد. آمين.